متابعي راديو أهلا بكم في الموجز الإخباري لنهار اليوم. كشف مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل أحمد علي صالح أنه سيشرع في إجراءات التقاضي الإلكتروني قبل نهاية السنة الجارية. كما أشار ذات المتحدث إلى أن عملية التقاضي الإلكتروني ستعمم في نهاية العام المقبل، سواء ما تعلق بإجراءات المحاكمة والخصومة أو إجراءات التحقيقات والخبرات والحضور في الجلسات وسماع الشهود وغيرها من الإجراءات التي سيصبح من الممكن إجراؤها عن بعد. أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة اليوم الأحد محاكمة الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي إلى تاريخ 25 ديسمبر الجاري بسبب غياب أطراف النزاع. وتتابع وزيرة الثقافة السابقة في قضايا فساد تتعلق بتنظيم المهرجان الإفريقي لسنة 2009 وتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة العربية 2007. انتقل إلى رحمة الله يوم أمس السبت مطرب الشعبي المعروف عزيوز رايس عن عمر يناهز 68 سنة، وتوفى رايس في مستشفى مصطفى باشا الجامعي بعدما دخل في غيبوبة. واصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ بأحرف من ذهب في كأس العالم 2022 بعدما بلغ نصف نهائي المنافسة متجاوزا نظيره البرتغالي في ربع النهائي الذي احتضنه ملعب ثمامة بقطر يوم أمس السبت، ما أنجزه أشبال المدرب وليد الرقراقي مساء أمس يصنف في خانة الملحمة بعدما بات المغرب أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ المربع الذهبي في تاريخ المونديال. ارتقى المنتخب الجزائري للملاكمة رجال وسيدات إلى الصف 19 في التصنيف العالمي برصيد 19.100 نقطة وفق جدول الترتيبات للاتحادية الدولية للملاكمة، وبهذا تسيطر الجزائر على القارة الإفريقية والدول العربية باحتلالها المرتبة الأولى متفوقة على المغرب 12.700 نقطة ومصر الثالثة 5100 نقطة، بينما تحتل الأردن المركز الرابع ب 2400 نقطة. فيما يخص الأخبار الدولية، أعلنت بريطانيا يوم الجمعة عن فرض عقوبات تستهدف 30 شخصا حول العالم وصفتهم بالشخصيات السياسية الفاسدة ومنتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وشملت شخصيات من 11 دولة منهم 10 مسؤولين إيرانيين مرتبطين بأنظمة القضاء والسجون الإيرانية. لمتابعة بقية البرامج ادخلوا على موقع radio-1.net أو على مغرب emergent.net أو بالاشتراك على قناتنا باليوتيوب. نهاية الموجز الإخباري لنهار اليوم، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، سلام.